السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. احنا الفيديو اللي فاتت اتكلمنا عن البري بيد اكسبنس لما دفعنا الإيجار 3 شهور. النهارده بقى احنا خلاص أجرنا مكان ورك سبيس جاهز، يعني في مكاتب وكل حاجة، بس ناقص بس ان احنا تيجي باللابتوب بتاعك وتشتغل. تمام. طيب احنا مثلا هنعين 4 موظفين، صاحب الشركة وواحد اتش ار والعبد لله محاسب وواحد كمان يعني في الحسابات او ايا كان بقى موظف كمان. فهيبقى 4 موظفين، هنعوز 4 لابتوب نشتغل بيهم. فروحنا كلمنا مع شركة كمبيوترات، عايزين نشتري 4 لابتوب. مثلا اللابتوب عامل 10,000 جنيه، فالأربعة ب40,000 جنيه. حلو كده. فانا كلمت الراجل واتفقت معاه وظبطنا، هيبعت لي اللابتوب وابعت له الفلوس ويطلع لي فاتوره. فالراجل عمل الفاتوره بتيجي طبعا باسم المورد وتاريخ الفاتوره ورقم الفاتوره والبيانات العاديه دي، وبيجي فيها البيان عدد 4 لابتوب في 10,000 ب40. بيجي بقى هنا يحط ضريبه القيمه المضافه اللي هي 14% في بوينت 14 في ايكوال ده في 14% من الرقم الفعلي او الخدمة، يعني بكام. تمام. دي الضريبة بتاعتهم 5,600. وبتجيلي الفاتورة كده ان الراجل عايز مني الاجمالي اللي هو 45,600. حلو قوي. يبقى انا كده الفاتورة بيجيلي فيها 3 ارقام. طيب وانا استلمت الحاجة بقى. طيب انا عايز اسجل بقى الفاتورة، يعني انا استلمت الفاتورة من المورد، عايز اسجل. انا الفاتورة عندي فيها 3 ارقام، فالفاتورة عندي هتتسجل في 3 حاجات. اول حاجة ده اللابتوب، ده اللي يخص الاصول اللي عندي. تمام. 40,000 دول اللي يخصوا الاصول، وده حساب زي ما قلنا حساب اصول، حساب ديبت، فهيزيد. تاني حاجة في ضريبة، الضريبة دي لازم اسجلها عشان اجي اخصمها لما انا اطلع ضرايب. وتالت رقم معانا ده التوتال، ده اللي هينزل على حساب المورد اللي هو الاكونت بيبل. فانا الانتري بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ احنا عندنا 3 ارقام. اول حاجة هنقول ديبت الكمبيوتر باللي يخصه في الفاتورة بال40,000 جنيه. حلو كده. 1 2 3. دي ضريبة جالي من المورد، مش ضريبة انا مطلعها العميل. فدي هتبقى VAT receivable، VAT تخص العميل، وبرضه حساب اصول هيزيد، فيبقى ديبت بال5,600. وطبعا احنا شرحنا في الكمبيوتر احنا هنبتدي نعمل اهلاك ازاي على 40,000 دول. هيبقى على 5 سنين 60 شهر، نقسم الرقم على 60 شهر، وكل شهر بنعمل انتري الديبريشيشن بتاعه. تمام. كريدت مين؟ الحساب الكريدت اللي هو حساب المورد بتوتال الفاتورة. توتال الفاتورة اللي هو كام؟ اللي هو 45,600. 45,600. تمام كده. عملنا قيد اثبات الفاتورة بتاعت المورد. هنبص كده هنلاقي ان الحساب البنك لسه ما دفعناش. حساب الفات هنا زاد 5,600. حساب الاصول الثابتة اللي على الكمبيوتر زاد 40,000. وحساب المورد 45,600. طيب احنا عايزين ندفع. احنا اتفقنا مع الراجل اللي احنا هندفع له على طول، مش هندفع اجل، يعني هندفع له على طول. طيب الفاتورة جات لي بكام؟ ب45,600. هل انا هدفع 45,600؟ لا طبعا. في حاجة بقى اسمها ضريبة الويزهولدنج تاكس او ضريبة الخصم والاضافة. دي ضريبة انا بخصمها من الحاجة اللي عندي او من الفاتورة اللي عندي، وانا بحطها للمورد اللي باعتها لي عنه في الضرايب، انا بسلمها عنه في الضرايب. طيب الراجل ده الفاتورة ب45%. هو من الويزهولدنج تاكس باختصار كده بسرعة هي متقسمة ل3 حاجات. 1% لو انا بشتري حاجات، 3% لو الراجل ده بيقدم لي خدمة المورد ده، 5% لو بيقدم لي استشارة. انا لما باجي بحسب الرقم بقى عايز اطلع ال1%، انا مشتري حاجات،
فما ينفعش احسب رقم او يعني اطلع ضريبه من ضريبه. هنا الرقم ده جواه ضريبه ال 5600 دي. فانا هاجي عند اول الرقم اللي هو ال 40000 اللي هو المبلغ الصافي، اقول له ده فيه 1%، هيديني رقم 400 جنيه، واروح جاي طرحه من الاجمالي بتاع الفاتوره، يبقى ده اللي انا هدفعه 45200. طب ايه ده انا هقفل ازاي؟ ما هو كده حساب الموردين مش هيبقى قافل. تعالوا نشوف. اول حاجه انا حساب المورد عندي ايه، هنزله بال 45600 كامله ونشوف هنعمل ايه. حساب البيبل هنا 45600 علشان الحساب يقفل. ودي حاجه مهمه جدا زي ما قلنا، ان الحسابات دي لازم الحركه رايحه جايه، فبيبقى الرصيد لازم يقفل، او يعني الرصيد ايه، يعني لازم هيجيب لك فاتوره فانت هتعليه، هتدفع له الفاتوره فالحساب هيتقفل. تمام. 45600 كده خلصنا من اول حساب وقفلناه. طيب انا هنا عندي بقى ايه حركه تاني ب 400 جنيه. هنا في حساب اسمه withholding tax payable، ده withholding tax تخص مورد. انا بحط له الفلوس دي في الضرايب باسمه، باخد الحساب ده طبعا حساب كريدت من غير ما نفكر، هنزوده فهيبقى كريدت بال 400 جنيه. يبقى اللي هيطلع عندي من البنك كام بالظبط كده؟ الاتنين 45200. هتطلع من البنك فلوس كريدت، البنك هيقل عندي ب 45200. نيجي نبص هنلاقي الانتري كده ايه مظبوط، كل حاجه اتثبتت. وطبعا انت كده بعد كده تعمل طبعا ايه زي ما قلنا انتري العلاج. يا رب يبقى الكلام سهل وواضح بالنسبه لكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.